أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متتبعي الكرام، كي دايرين؟ بخيرين؟ نحبكم تكونوا بخير وعلى خير، الله يعزكم. كنشكركم بزاف بزاف على المتابعة ولي لايك ولي كومونتير اللي كتخليو ليا. ومن هذا المنبر كنحيي جميع الإخوان الجنود المرابطين بالأقاليم الجنوبية بالحزام الأمني وعلى جميع الحدود. المهم كاع الإخوان اللي تحت اللواء ديال القوات المسلحة الملكية، يا جوية يا بحرية يا برية يا مدفعية، جميع أصناف ديال القوات المسلحة الملكية. وما نساوش القوات المساعدة عاطين كذلك، والقوات الأمن الوطني والدرك الملكي وجميع مكونات الدولة المغربية. الله يحفظكم اللي كيخدم ويساهم في التنمية ديال هاد البلاد، الله يوفقه والله يعاونه. الإخوان بلا ما نطول عليكم نمشيو مباشرة للسرد ديالنا. اليوم عندنا واحد البطل من الأبطال، الله يواليه برحمة الله، من بعد العودة ديالو لأرض الوطن توفى. هاد الأخ هذا سميتو مالي دريس. هاد الأخ هذا جندي كان في الأقاليم الجنوبية، خدام في البطايون ديالو. المعركة كيطيح أسير، تشد عند مساحة الوالدين، تأثر عندهم، بقى خدام. الناس تأثرت، ماشي هو واحد العدد اللي كان أسرى، من ضمنهم هويا. بقاو خدامين بالحملات، سير من هنا خدم هنا، بني هنا ريب هنا حفر هنا. المهم داك الأعمال الشاقة راه حكيت لكم وراه كنعاود لكم كيفاش كيبقى. بقى خدام والآخر كأيها الناس. واحد الوقت كيمشيو لجهة ميجيك، تقريبا على الحدود الموريتانية، ما بين الأرض الصحراء المغربية والموريتانيا. واحد البلاصة تما سميتها ميجيك. تما كاين ناحية ديال البوليساريو، تما كاين العسكر ديال البوليساريو مركز واحد البلاصة. وداوهم يحفروا لي طرونشي فين يحطوا العتاد ديالهم. المهم غادي يحفروا دي طرونشي وغادي يبنيو الاخر. مشاو تما حملة مجموعة ديال الأسرى، مشاو تما خدامين. هاد الأخ الله يولي برحمة الله دريس مالي، إنسان ما يشبعكش هضرة، سكوتي ترانكيل، ما يجبد مشاكل، ما الآخر يدمر يخدم. داك الطيبوبة ديالو وداك الآخر، واحد النهار عيطولو البوليساريو قالولو نتا دوز للكوزينة. مشا للكوزينة، بقا كيطيب لهم، كيطيب لداك العسكر ديال البوليساريو في الكوزينة ديالو. يطيب لهم، الآخر يدير الخبز القوامة. المهم عايش طباخ عندهم. بقات داك الحملة دوزت، نقولكم واش 3 شهور ولا 4 شهور ولا شحال دوزت تمايا في داك الخدمة اللي مشات على حسابها. سالات، رجعوا، ولكن دريس بقى مع هادوك الناس، بقى معاهم كوزيني بوحدو، بقى وسط البوليساريو بوحدو، أسير وحيد وسط البوليساريو. عاد ساكن معاهم، كأنه هو فرد منهم، بقى معاهم خدم كلشي عادي. هو داك الوقت اللي بقى بوحدو والآخر ولا كيدير واحد الخدمة. ساعات فتحت التجارة مع موريتان ولا من بعد توقف النار، وقعت واحد الرواج ديال البوليساريو، لأن من بعد توقف النار ولاو البوليساريو عندهم الحق في امتلاك سيارات اوندروفير ولا طيوطا ولا يشريها. هما البوليساريو كاع داك كيبيع لك الشاسي
ومع الاخر كيشري بياسه منا وبياسه منا ويركب هو يركب لوندروفير ولا جيب والاخر الاسرى اللي كيخدموا داكشي تقريبا لي ميكانيسيان ديال الاسرى. كيولي داير لوندروفير كيمشي لموريتاني يجيب السلعه يبيع يدي من المخيمات. المهم كاين واحد الرواج مع موريتاني. هاد السيد هذا داك الوقت اش كيدير؟ كينقص في المثال غادي يدير 50 كيلو ديال العدس طيب لداك العسكر ما كيديرش 50 كيلو كيدير 45 ولا 46 ولا 48. ممكن ينقص واحد 2 كيلو 3 كيلو كينقصها. اللوبيا كذلك ينقص فين ما يبغي يطيب شي حاجه كينقص منها واحد القدر. اليوم كينقص قدر غدا كينقص قدر وهي غاديه كيجمع حتى كيكمل خنشه ديال العدس خنشه ديال اللوبيا خنشه ديال الروز خنشات ديال الدقيق. المهم هكا كيجمعهم. فاش كيكون غادي شي واحد من داك الناس اللي غادي عنده لوندروفير غادي يمشي لموريتان كيتفاهم معاه اما كيبيعهم له واما كيعطيهم له كيديهم يبيعهم له لهيه ويجيب له فلوسهم. دار فلوس. كاينين الناس الرحال في داك المنطقه صحاب الغنم وصحاب البل وصحاب الاخر كاينين. مشى عند شي كساب تفاهم معاه شرا من عنده شي روس د الغنم جا دار الزريبه تا هو ديالو حيت داك الصحراوي كاع داك بوليساريو اللي تما كل واحد داير التنميه ديالو كل واحد اللي عنده اللي ما عندوش راه خدام السيرفيس كياكل ويشربوا والاغلبيه ما عندهم ما لان ما عندهمش هذا باش يخدموا. هذاك الاثير مفكر والاخر وعارف فاش كيدير راه الخدمه بقى خدام كسب دار الزريبه دار الغنم تاعو دار فيها خرفان تمايا جابهم صغار شراهم دارهم تما كيوكلهم ويشربهم معمر بهم الوقت ديالو كيلهي راسو معاهم كيخدم خدمتو كاين ساهل يمشي عندهم يعطيهم يرطب لهم الخبز يدير لهم هذه. المهم مربي نقابلهم خرجهم شويه يدور بهم تما يرعاو ويبقى غادي معاهم هكا. مشات ايام وجات ايام وهو في داك الحاله خدام هكاك غادي معاهم ودار فليسات المهم تحتو مزيان. واحد النهار واحد من داك الحراس من داك البوليساريو من داك العسكر ديالهم اللي كاينين في داك الوحده عنده مراتو في المخيم حامله غادي توضع. مات كيقلب على شكون اللي يعاونو باش يمشي يدير السبوع. مشى عند قايد الناحيه ديالهم طلبو قال له ودي انا عندي المراه في المخيم غادي تولد ليا وانا ما عندي شاي وخصني باش ندير السبوع وخصني ودي انا ما عندي منين نعطيكش. مشيت قلب على راسك انا ما عنديش منين نعطيك شي حاجه. الشيء اللي كيجي الرصاين ديالكم ما يمكنليش نحيد لخوتك الرسيون ديالهم ونعطيك انت. الشيء اللي كاين عندي منين نعطيك. شوف مع صحابك الا كاين شي واحد اللي عنده شي حاجه يتفاهم معاه. دار على صحابو واحد واحد اللي كيمشي عنده كيقول له ودي تعطيني تسلف ليا نمشي ندير السبوع للوليد ولا لبنيته ما عرفتش شنو غادي يتزاد عنده. اللي كيمشي عنده كيقول له ودي ما كاينش كيتخواو له. المهم كيديروا له الاخر ما كيبغاوش يعطيوه بقى هكا. السيد شعل فيه العافيه. كيفاش هاد الناس هادو قدام معاهم وانا عارف عندهم الفلوس وعارف ما عندوش وهادي والاخر. المهم بقى بوحدو كيتخبط مرض في صحتو مرض في عقلو. المهم ولا انسان. واحد النهار جا الكوميدور باش يتغدى جا لبلاصة الغدا جا روطار شويه لقى الاخرين اللي يتغداو ناضو مشاو وجا هو بوحدو يدور فيه داك الدريس قال له فلان شفتك هاد الايام هادي وليت مغدج مكشر ماكش بحالك لاباس شنو عندك.
لا دي السي إدريس اش غادي نقول لك. انا عندي المراه في المخيم غادي تولد ليا وليد ولا بنيته ما عرفش، ودريك خصني باش ندير السبوع مشيت عند قايد الناحيه وطلبتو وزاوجت فيه وطلبتو باش يعطيني باش ندير السبوع. قال لي ها شنو قال لي بان ما عندوش هو شي حاجه اللي خاصه باش يعاون بها. كيجيه داكشي الرسيون اللي كيجيه ديال الناس كيفرقوا عليهم، ما كيمكنش يحيد الرسيون ديال الناس باش يعطيه ليا. وفلان مشيت عنده راه كتشوف عنده الوتة وعنده الحديد ويدير التجاره مع موريتان، ومشيت عنده راه اش قال لي واش قال لي وفلان ها شنو قال. بدا كيعاود له زعما بان حتى واحد ما بغى يرحمه. قال له داو كان هذا هو اللي مقدر عليك، هذا هو اللي مغدجك. وهيله واه كيديه كيلحقو الزريبه اللي عنده، فتح له الزريبه قال له راه عايزك بالكبش باش تسبح، هذا ديالك قبضو. جابو المكازا فتح له قال له راه عايزك جوج شكاير ديال الدقيق قبضهم، ديالي هادو ماشي ديال الجبهه ديالي قبضهم. راه عايزك زكيبه ديال العدس يلا حكمها. راه عايزك قدر من السكر، راه عايزك قدر من الورقه. وضرب يدو للجيب وجبد واحد المبلغ ديال الفلوس قال له هادو باش تشري امكانيات الاخرين، وانت غادي تتبع لولادك ما تسالي ما نسالك. ادعي معانا. عرفت داك السيد بغا يطير، بغا يطير، هذا محبوس وشوف شنو دار معايا وانا ما كنتش كنعاملو حتى مزيان. وهادو اللي خوتي وبني عمي اللي ضربت معاهم القرطاس وعايش معاهم وناوي باش ندير دولة معاهم وناوي باش نخر، شفت التعامل ديالهم معايا كيفاش تعاملوا، تعجب. المهم قبض داكشي مشى رخصة، مشى للمخيم دار السبوع ديالو، فرح هو ووليداتو وعائلتو، دار السبوع ذبح، دار الاخر الحفلة ديالو دوزها. فاش الاخر شنو قال للمرا نتاعو قال له انت شنو 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 حكى لها القصة المرا ديالو. ايوا المرا ديالو جمعت مسكينة هذا العطر، الريحة، المسك، هذه البخور، هذه المهم جمعت له هاتي نتايا قميمسات صفطاتهم له مع راجلها جابهم له. راعي لك المسك، راعي لك البخور، راعي لك هذه صافا مشاتهم لك المرأة وراها تشكر فيك وراها تقول لك يعمرك ويكثر خيرك ويطلق سراحك إلى آخره. المهم قالو خلاص ماشي مشكل. مشى داك بوليزاريو بقات عنده علاقة طيبة مع حسن مع إدريس الله يرحمه، بقا هو وياه مزيانين عايشين مخيرين ما كاينش شي مشاكل. المهم إدريس عادي خدام عادي. دواز هذاك واحد المدة مشى كونجي، فاش مشى للمخيم يتسولو مولات الخيمة ديالو هو والمرا ديالو يتسولو عليه. قلت له فلان داك الشرح اللي عطاك باش تسبعنا ما طلبك على رزقه؟ قال له قال له هو راه قال لي لا خذو راه مشاهدة من عندي، ما قال لي ما تردي ما ردي. قلت له هاد الشرح هذا شنو قال له، شنو اللي خاصو اللي نقدو نعطيوه له نعوضو له به داك الخير اللي دار معانا، شنو خاصو؟ قال اش غادي نقول لك، هو عنده كلشي ما خاصوش. قال لا هو اللي عطيني راكي شتي، هو عطاني الكبش وعطاني الدقيق وعطاني الزيت وعطاني السكر وعطاني الورقة وعطاني كلش، اش غادي يقول له ما خاصوش.
قالت له ها خاصو شي ناقصو شي. قال لها ما هو؟ قالت له ناقصه الحرية، حريته. انت بإمكانك باش تحكمو تمشيه ترشوش ورهلو إلا عدت لاكاج وفيك الرجولة، هو عاملك راجل ودار معاك هاد الخدمة، لا تعود انت لاكاج وراجل وفحال تلحقوش ورهلو. قال لا لا، الكلام راني نخمم فيه. قلت له لا كون عداه واش بوهم ما يخرج منهم هاد الشمايت هادو ولا عاد تسب في البوليساريو وتشجع راجلها باش يطلق المحبوس. وفعلا مشى السيد، رجع كمل داك الكونجي ديالو، رجع للسيرفيس ديالو، بقى خدام. دريس راه ما فراسو ما يتعاود، راه خدام خدمتو كيما العادة، ما عندو حتى شي علم بشي حاجة. هادي هضرة دارت في المخيم ما بين الراجل والزوجة ديالو، والراجل رجع للسيرفيس ديالو خدام عادي، دريس خدام عادي. عازت واحد النهار دريس غدا الناس، غدا وجد غدا الناس، تغداو، جمع داك المواعين غسلهم نظفهم حطهم في بلايصهم، مشى نظف الدنيا، مشى لبلاصتو، لقى جمع حويجات نتاعو بغا يصبنهم، مشى حدا واحد البرامل ديال الماء، تجي السيترنا تعطيه فيهم الماء، مشى حداهم دا الجفنة ديالو وجلس كيصبن في داك اللباس. هو كيصبن الطيوطا جاية توقفت عليه، شكون فيها؟ فيها صاحبنا مول السبوع. هو اللي جايب طيوطا وقف عليه قال له دريس، ها دريس طلع. دريس بالفكر ديالو بأنه هو غادي يطلع معاه، غيمشي يشارجي معاه شي حاجة في لوندروفير، ولا غادي يخدم معاه شي خدمة، غادي يديه باش يخدم معاه شي خدمة يعاونو فيها. هذا هو المفهوم ديال دريس. طلع هاك بداك الحالة لابس ما تا السرفقة في رجلو، ما لابس شي حاجة اللي هي هاديك، جار شي شنكة في رجلو. المهم طلع معاه سيرة زاد، مشى جبال دريس ساكت كيشوف ما عارف فين غادي. جبال حتى لحقو لا عند الرومبلي، لا عند الحزام الأمني ديال المغاربة. لحقو قالو شتي داك البليدة راهي، شتي فين دايز داك قالو ها، قالو هادوك تما المغاربة، ودرك أنا نتا حسنت معايا ودرت معايا الشي اللي ما يديروش الخو مع خو، وما تابعتني، ما طلبت مني باش نرد لك رزقك، ما قلت لي انا والو، وانا عييت نفكر باش نرد لك الخير ديالك، ولقيت هذه هي الطريقه اللي غادي نرد لك بها الخير ديالك. دريك حضي روحك من اليمين ديال المغاربه راه قدامك، لا هز الشيفونه بيضه، ها هي قبض حاجه بيضه وعد تشير بها للمغاربه باش يفتحوا لك الطريق باش تدخل في حالك، ينعتوا لك باليدان اللي ما فيهاش يمين باش تدخل في حالك شوره لك. انا هذه هي يا بقى كيدعي معاه دريس، توادع هو وياه بحال اخوت. هذاك زاد لجهه المغاربه والاخر الاماراتي ديالو رجع جبد خلاص دريس قطع دخل. هذاك رجع وصل للناحيه كيلقى الحي نايضه، دريس هرب، دريس مر، دريس فين هادي، رجعت هزاتو لان لقاو لي طراس ديال طيوطا فاش وقفت عنده وهزاتو. بليده فين شافوه اخر مره، شافوا لي طراس ديال
فيكيل جا لعندو ومشى. قال مجاش يهزهم، قال انت علاش كتفكر؟ وانا علم حتى فاش مشى، انا هو اللي ديتو. دريس راه عند المغرب. اش تقول؟ قال لهم ها انا لحقتو. قالوا تقولها قال لهم شوف، قال لهم انا نهار طلقت الجبهه، نهار طلقت البوليساري وانا في المواجهه في القرطاس مع المغاربه، الا ما نكونش ساهمت في الاسر ديال واحد 20 ولا 10 هي القليله ديال الاسرى. وانا هذا لقيت فيه الخير عليكم نتوما. انا هاد السيد هذا سبع لي لولدي وعطاني المؤونه باش الاخر اللي درت عليكم واحد واحد كنطلبكم، ولا واحد عتقني بريال. هو عطاني من الكبش حتى الزيت حتى السكر حتى الدقيق حتى جميع المواد عطاها ليا وكملها ليا بالفلوس، وقال لي ما ترد لي، انا هذا نعاونك به. وانا جلست بيني وبين راسي كنفكر هاد السيد هذا اللي دار معايا هاد الخير ما لقيتوش في خوتي اللي نتوما ولقيتو فيه، شنو باش نجازيه؟ قال له لقيت راس الجزاء اللي نقد نجازيه به هو هذا نطلسو شهور له، وراني ديتو لحقتو، وداك اللي في جهدكم ديروه. قبضوه تما، داوه للدهيبيه ودوزوه في المحكمه وحاكموه، وكان في الدهيبيه مسجون، سجن الدهيبيه. ومالي إدريس الله يولي برحمة الله جا لهنا للمغرب، دخل عند داك الناس اللي كانوا في داك الرومبلي داك الوقت مباطي ما عرفش، دخل عندهم استقبلوه، قال لهم انا محبوس جاي هارب. جاو لي جوندارم داوه، داروا معاه البحث، لقاوه حكى لهم الواقع، لقوه خرج مشى كونجي شورهلو، دوز ايامات مع عائلته، رجع ترقى في الترقيه، رجع للسربيس ولا خدام السربيس، ترقى تعطالو كراد مزيان وبقى خدام السربيس حتى وصل التقاعد وخرج تقاعد بواحد الكراد سامي تبارك الله. ومشى شور وليداتو، دار وليداتو، دار الخيمه ديالو، دار وليداتو، وبقى عايش حتى افاتو المانيه، حتى وصل الاجل ديالو وتوفى هنا في المغرب. والاخر بقى في الاسر في الدهيبيه حتى تلقى الله السراح ديالنا، جينا وخليناه مازال في الدهيبيه. هذا القصه ديال إدريس مالي والتعامل ديال المغاربه كيفاش كيوصلوا الانسان اللي يدير مغامره ديال اللي فيها يقد يكون فيها العمر ديالو من اجل هو الخير بالخير والبادئ اكرم. هذا دار خير، ما ناوي باش غادي، ما عارفش واش غادي يقد هذاك يردو بهذه الطريقه، ولكن هذاك فكر والزوجه ديالو فكرت معاه، وهما اللي جابوه ولحقوه لارض الوطن بالراي ديال مرتو والزعامه ديال هذاك، رغم انه هو تحاكم ودوز الاسر. الله اعلم مصيره فين خرج. حنا خليناه فاش جينا، فاش تلقى الله سرحنا وجينا خليناه مازال مسجون في الدهيبيه. والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله. الله يعزكم.